سلام. فيلمنا اليوم قصة حقيقية ديال هاد الجيمر اللي غادي تقلب حياته سفاها على علاها بسبب الكريدي ديال عائلته. كيبدا فيلمنا بولد مازال صغير سميتو دوب، مشى للبنكة باش ياخد كريدي بقيمة 10 المليون، وهذا المبلغ كبير بزاف عندهم في تايلاند. كيسولوا لي خدام في البنكة علاش بغيتي هذا المبلغ كامل، وكيقول له انا غنعاودك القصه ديالي. كيعاود ليه باللي هو كان جيمر كبير وكان كيربح فلوس ديال بصح، لدرجه انه شرى طوموبيل وهو مازال صغير، ولكن كان كيخسر بزاف ديال الفلوس، ومن كثرت كان حاضي غير اللعب ما جابش معدل مزيان وما تقبلش في المدارس المزيانه، وغيضطر باش يمشي لمدرسه خاصه واللي بطبيعه الحال كتكون غاليه. ولكن والديه دخلوا في ازمه خانقه وتسد ليه الحساب ديال الجيمنج اللي كيدخل به الفلوس، وهنا سرق لماماه الذهب باش يخلص المدرسه ديالو ويدخل يقرا. ولكن ديك القرايه ما دخلاش ليه راسو، وقرر انه يدير مشروع لراسو، ومشى شرا ماكينه اللي كطيب الفستق وبدا كيترزق الله هو وعمو. ولكن ما كيخليهمش مول المول اللي فين دايرين الكروسه ديالهم بسبب الدخان اللي كيطلقوا، وكيضطروا يحبسوا الخدمه في ديك الشيء. ولكن والدين دوب من كثره الكريديات اللي عليهم قرروا يهربوا للصين، وكان غادي معاهم دوب، ولكن في اخر لحظات ما مشاش وخلاهم يمشيو غير بجوج، وقرر باش يبقى مع عمو. وبقى مع عمو، وملي رجع للدار لقاهم حجزوا عليها للاسف. تلاقى مع صاحبته داها باش يوصلها، هنا شافها كتاكل هاد الاعشاب البحر وذاقها وهي تعجبو، وقرر غتكون هي المشروع ديالو جديد. باع ديك الماكينه اللي كانت عنده، شرى بها الاعشاب اللي سميتهم طحالب البحر. المهم كان ديما كيحاول انه يصاوبهم، ولكن المذاق ديالهم كان كيجي مر وما كانش كيعجب، خاصو ضروري يطيح في السر ديال ديك الوصفه باش يصدقوا ليه. واحد النهار دخل الدار بالليل وهو يلقى عمو طايح في الارض وكيديه للسبيطار، وهنا كتكون واحد الشخصيه ديال الطحالب فازقه وكطيح عليها الشتا، ولا غد ليه كيحاول انه يقليهم ولكن والو، كيطلعوا ليه مرين. ومشى للصندوق باش يشوف واش بقاو ليه، ما لقى حتى شي حبه من غير ديك الحبه اللي كانت طايحه في الارض، فكيضطر انه يقليها. والمفاجاه طلعت المذاق ديالها ما دايرش، وكيمشي بالزرب عند عمو السبيطار، وحتى هو كتعجبو المذاق ديالها. وملي برا عمو بداو كيمشيو يترزقوا الله في ديك المول، وكتمشى ليهم الحركه. عيط لوالديه وقال لهم باش يرجعوا حيت القضيه بدات كتفك، ولكن كيصدموه باللي هما كتسالهم 40 مليون، وكيتقلق. وهو غادي للسوبر مارشي كطيح عليه واحد الفكره، علاش ما يبيعش ليهم هاد الطحالب. مشى هضر مع المديره ولكن ما بغاتش، حيت الطريقه ديال التغليف ما عجبتهاش، وبدلهم وسماهم المكافح، نيت على الكفاح اللي كيدير في حياته. وملي كانت السلعه ديالو واجده مشى باش يوريها الفيرسيون ديالو جديده، ولكن المديره تعطلات عليه بزاف وخلى ليه هذيك الشيء مع السكرتيره. وبقاو الموظفين كيذوقوا من ديك الشيء اللي جاب لهم دوب وعجبهم، ولا غد ليه كيعيطوا ليه وكيديروا معاه اجتماع، وقالوا له باللي المنتوج ديالو زوين، وبغاو يصوب ليهم 70,000 حبه، وغيجيو عنده المصنع ديالو باش يتحققوا من النظافه، وهو ما عنده لا مصنع لا والو. وهو ها علاش جا ياخد الكريدي باش يفتح المصنع ديالو ويصاوب ليهم ديك 70,000 حبه. ولكن اللي خدام في ديك البنكه ما قبلش، حيت اولا دوب صغير في السن، وثانيا والديه ما مخلصينش الكريدي اللي عليهم. دوب ما غاديش يستسلم، غيلقى واحد الكراج ديال عائلته هو اللي غادي ديباني بيه. مشى باع الطوموبيل ديالو باش يجيب ناس تخدم معاه، وفعلا بداو كينقيو ديك البلاصه وكيجيو الناس باش يشوفوا ديك المصنع ديالو. ولكن المديره لقات ديك الشيء ماشي نقي، وقالت ليه ضروري خاصك تهتم وتنقي المصنع. ولاو قادو وصلحوا ديك الشيء مزيان، وهي توصلوا ورقه من سوبر مارشي من الشركه باش يبدا يصوب ليهم ديك 70,000 حبه. ناضوب كيتجارى باش يوجدهم في الوقت، وجا النهار اللي غادي يجي فيه الكاميون باش يدي ديك السلعه ديالو، وهو غادي الكاميون وقال لعمو هذه هي الفرصه الاخيره اللي عندي، يا غنجح فيها يا غنرجع عند والديا. والحمد لله كلشي داز مزيان، والسلعه ديالو تباعت كامله. ومن بعد غادي يدير دوب المصنع ديالو، وغادي تبدا القصه النجاح ديالو، ولا خدامين عنده 2500 واحد، وولات عنده اكبر مزرعه ديال الطحالب، وفي ظرف عامين خلص لوالديه كاع اللي كيتسالهم. وملي ولات عنده 26 سنه ولا مليونير. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. الا عجبكم الفيلم خلي لايك وشارك معايا في القناه. بسلامه.